ستطلب الجنسية الأمريكية لشخصك؟ مطلقا لا. لماذا؟ يعني لم أكن لأشعر برضا أو باحتياج أو بتواؤم مع هذا المعنى ربما مطلقا. لماذا الوالدة والشقيقة شعروا بهذا الرضا؟ أبدا لم يكن رضا ولا شيء، وإنما هو قدر الله أنها تزوجت أختي وهي فتاة سنها 18 سنة، وانتقلت بصحبة زوجها الكريم على أساس أنه هو مصري طبعا، على أساس أنها ستمكث 4 سنوات اللي هي مدة الحصول على درجة الدكتوراه، وامتدت بهم الإقامة فطبقا لأحوال الإقامة الطبيعية، يعني مسألة قدرية بحتة، إنما ليس هذا الكلام. وهي الوحيدة في عائلتنا التي فعلت هذا، يعني لم يسافر، يعني هي تزوجت من طبيب في هنا أستاذ في سلك الجامعة، وذهب لنيل رسالة الدكتوراه. لو خيرت اليوم، لو سمح لك أن تختار جنسية أخرى إلى جانب جنسيتك المصرية، طبعا أنك معك الجنسية المصرية، ولكن أن تحصل على جنسية أخرى، أي جنسية قد تشعر نفسك أنك مرتاح طيب إذا حملتها؟ أجيبك إجابتين. أولا، أي جنسية عربية أو إسلامية لا أشعر بأي غضاضة، بل أكون سعيدا جدا لو تكرمتم علي بالجنسية اللبنانية، لو تكرمتم علي بالجنسية العربية في أي مكان، أشعر بحالة من الرضا. نحن قلنا جنسية واحدة. إذا جنسية واحدة فأنا أحب سهولة الحج والعمرة، أخذ جنسية الكعبة المشرفة، يعني إذا كان الجنسية السعودية لأحج وأعتمر، يعني لهذه ألا تفضل القطرية، الجنسية القطرية؟ عشان الموضة. يمكن بكرة تبقى في بلد تانية، يعني أصل الجنسية القطرية شرف ليا. بس شو قصدك بالموضة؟ ما فهمت. موضة، ما هو ده اللي ماشي دلوقتي في البلد، ده العصر، الكلام